جاسم سوادي. احمد راجع مرة ثانية ممتازة ممتازة جول. لا راح يشوف جول مدافع العراق من جوا ويحط الجول الرابع مثل الكرتوس. كرة عالية حارس المرمى بالابعاد وهدف اول. هدف اول. إنه المخلص لعش الصقور، وهو من أشهر لاعبيه. قدم الكثير لكرة القدم العراقية، وشرف ألوان بلاده في الكثير من المحافل الدولية. نال العديد من الألقاب فرديا ومع نادي القوى الجوية. لاعب من طينة الكبار، فنان من الدرجة الأولى، لطالما أثبت أنه رجل المناسبات الكبيرة. عرف بأخلاقه العالية وإخلاصه الكبير، واستطاع أن يكسب حب واحترام وإعجاب المحيطين والمقربين منه بخصاله الحميدة وحسن المعاملة من جهة، وبإبداعه وتميزه فوق الميادين من جهة أخرى. النجم الدولي السابق حنون مشكور، لا يختلف اثنان على نجوميته وولائه لناديه الأم. هو الذي شكل ثنائيا رائعا مع المهاجم الأسطوري كاظم وعل، وقد اقترن اسمه بالجيل العراقي الذهبي الذي صال وجال في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ودفعت نجوميته الكبيرة لتسميته بأبو الغيرة. اسم لمع كثيرا في سماء كرة القدم العراقية، واستطاع أثناء مسيرته الكروية بأن يسعد الكثيرين ويكتب اسمه بأحرف من نور في تاريخ عريق الأندية وسيدها القوى الجوية. يعرف طريق المرمى وصاحب موهبة فذة، وله ميزات عدة، فهو هداف بالفطرة، طويل القامة، قوي البنية، خفيف الحركة، سريع البديهية، مراوغ جيد، يحسن التصرف بالكرة، يستخدم قدميه بالقدرة ذاتها، يجيد تسديد الكرات الثابتة والمتحركة وضربات الرأس، حتى اعتبر من ألمع المهاجمين للقوى الجوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب الدولي السابق حنون مشكور، من مواليد 1952، متزوج، عندي ما شاء الله 5 بنات و3 ولد، والولد كلهم لاعبين. أحمد حنون ومحمد حنون كلهم لاعبين، مثلوا المنتخب العراق ومثلوا القوى الجوية. أنا مثلت القوى الجوية من سنة 1970 عندما راني اللاعب هشام عطا عجاج أخوي العزيز والمرحوم قاسم زوية في مباراة اتحاد الثورة. كان رئيس فريق اتحاد الثورة الكابتن عبد الواحد حاتم. بعدين باعونا على المباراة، فجوي العبد الواحد حاتم قال له كابتن احنا رايدين حنون مشكور انه بالقوة الجوية. التحقت الى صفوف القوة الجوية. اول تمرين ادخل الى نادي القوة الجوية من بوعة اللاعبين الموجودين. بصراحة يعني صار عندي ارتباك من ابو الكابتن مجبر فطوس والكابتن صعب خزعل
والكابتن مؤيد محمد صالح وحسين هاشم الله يرحمهم وقيصر حميد وقصي قاسم. فبذاك الوقت اخذوني الى مدرسه الصنايع الجويه، كان الله يرحمه خالد ساره مدير التدريب الجوي، اخذوني الى مدرسه الصنايع الجويه، طوعوني في الصنايع الجويه، لازم اني ادخل دوره، بقيت بالدوره يمكن شهرين وبعدين خرجوني من الدوره والتقيت بالفريق مال التحقت. اول لعبه لعبناها ضد الميناء في البصره، أنا قالوا لي باشر حنون انت تسافر ويا الفريق، الله يرحمه حامد فوزي اخذني الى كان باب الشرجي، اخذني الباب الشرجي، اخذ لي ملابس وقال لي كابتن حنون باكر اول مباراه لك راح تكون ويا الفريق. أنا والله من بوعت وصعدت بالطياره، اول مره اصعد بالطياره بوعت، يعني هذا حلم. فالمباراه الاولى اللي لعبناها ضد الميناء غلبناهم مع 0، أنا سجلت الهدف الأول عليهم في هذه المباراة. كان الله يذكره بالخير الله يرحمه عبد الجليل موسى محرر جريدة الجمهورية، هم ينكتب علي، والإخوان اللي هشام قاسم زوية موسى عبد الله عامر جميل مؤيد محمد صالح قاموا يحشون وياي، قالوا حنون هاي المباراة الأولى والحمد لله راح تشق طريقك ويانا وتلعب، واستقبلوني احسن استقبال، خاصة ذول اللاعبين العمالقة الكبار من هشام الى قاسم زوية الى موسى عبد الله الى مؤيد محمد صالح. بالنسبة كان اعتزازي باخي العزيز الكابتن المرحوم كاظم معل، فكان بمنطقتنا احنا من نطلع قال لي حنون اخذ رقم 13، قلت له كاظم ليش اخذه؟ قال انت عندك مواصفات احد اللاعبين الاوروبيين، فانا اخذت رقم 13 وهو قال لي انا اخذ رقم 10، قلت له اوكي كاظم. فالله يرحمه لعبنا اثنين مهاجمين وكنا من نلعب يعني نجي بالطريق انا وياه والاخ مهدي جاسم والاخ حسين العيبي، من نجي للقوه الجويه نجي للعبه، واحد يقول للثاني يابا اليوم لازم نفوز، اولا جمهورنا وبعدين المؤسسة مالتنا، حبنا وتقديرنا إلى هاي المؤسسة العظيمة، مؤسسة هي القوة الجوية. يعني أنا بصراحة صممت على نفسي إنه هذا نادي القوة الجوية اللي اللاعبين العمالقة بيتمثله، وفتح لي الباب ما أعوفه يعني إلى الاعتزال، وبقيت مع نادي القوة الجوية لما اعتزلت. وبالاضافه الى ذلك بعض الفرق يعني طلبت انه اجي وياهم، رفضت، لان هذا تاريخ القوه الجويه وحبي الى جمهور القوه الجويه وحبي الى شعار القوه الجويه وحبي الى مسؤولين القوه الجويه. هي هوايه انا اهداف سجلت، واهم الاهداف اللي انا اعتز بيها الهدف اللي سجلته على فيرس بولس الايراني، انا والزميل كاظم معل بطل أندية إيران بال75 يجوي للعراق. فأول مباراة لعبوا ويا منتخب الشباب وغلبوا منتخب الشباب، بعدين لعبوا ويا الطيران، احنا قدرنا نفوز عليهم 2-0. تنقطع من خليل إلى آرهم مرسوم في مركز خارج اليمين، وضربة تروح بالجول ممتازة، هدف لفريق نادي الطيران من هجمة من هم مرسوم يحولها، وفريق نادي الطيران يسجل الهدف الأول في الدقيقة، شوف ضربة راس وتروح إلى المرمى، مسجلا فريق نادي الطيران الهدف الأول في الدقيقة 39 من المباراة. بالدقيقة 39 من المباراة فريق نادي الطيران يسجل الهدف الأول. حنون مشكور هو اللي سجل الهدف الأول. الرفعات هاي حنون مشكور يسجل الهدف الثاني لفريق نادي الطيران في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، هدف جميل، ضربة شوف
رفعت هسه مضبوطة إلى حنون، وضربة ممتازة، ضربة طائرة إلى داخل مرمى فريق الطلبة، مسجل الهدف الثاني لصالح فريق نادي الطيران. النتيجة الآن 2 للطيران 1 للطلبة. ثاني يوم جيت للنادي، جيت بصراحة مبدل وهاي، قلت هسه راح يكرمني المرحوم عبد الله محمد حسن. أول ما نزلت صار على غازي، قال له غازي ودي حنون حلقة. أنا ما أعرف شنو حلقة، داري ما أعرف. أخذني غازي بالسيارة وداني الباب الشرجي، زيني نمرة 4. أنا استغربت، قلت ليه زيني النمرة 4؟ أنا منور، وأنا فرحتي للجمهور، فرحتي للنادي مالي. فمن جيت دخلت القاعة لقيت فلاح وحمو يوسف صلاح عبيد قاعدين يباغون علي. بصراحة هم ضحكوا، بس هو عبد الله محمد حسن الله يرحمه قال لهم باعوا شرفكم هسه حنون مو طالع الماني. قلت له بقلبي يا الماني انت مزيننا 0. قدرت اسجل الهدف الاول، فتحت مشروع الهدف الاول على فريق الزوراء وغلبناه 1-0 على الحارس مرمى محمد جاسم. انجازات، انا لعبت 14 موسم للقوة الجوية. 14 موسم لعبت للقوة الجوية، 9 مواسم بطولة دوري وكاس، 9 مواسم بطولة دوري وكاس، وبطولة الوحدات العربية بالأردن، وبطولة بنغالور الدولية بالهند. يعني تقريبا 12 إنجاز أنا حققت باسم القوة الجوية، وهذا فخر إلي وفخر للقوة الجوية. بالنسبة للمدافعين اللي كنت أنا يعني أخشاهم، أنا ما أخشى أي مدافع، لأن المدافعين هواي، أمثال حسن فرحان، حسن كمال، عدنان درجال، يعني عمالقة ما كنت أخشى. بس كنت أخشى من لاعب اللي هو ند وياي، هو حسن فرحان، من اللاعبين في نادي الجيش. أنا لعبت في فريق القوة الجوية، لعبت ويا الكابتن عمو يوسف، لعبت ويا صلاح عبيد، لعبت ويا فلاح حسن، لعبت ويا كاظم معل، لعبت ويا سليم بلاخ، لعبت ويا خالد فاضل. هاي كل الأجيال تجي، بس أنا باقي. هاي يقدم له 3 مواسم 4 مواسم ويروح. بس المهاجم اللي ارتاحت ولعبت يمه هو اللاعب فلاح حسن وكاظم معل. هذول اللي اني لعبت يمهم. فلاح حسن انا 3 سنوات لعب وياه انا مهاجم. اللاعب كاظم معل 4 سنوات الى 5 سنوات انا لعب وياه مهاجمين 2. اول مدرب اشرف على تدريبي في الفرق الشعبيه هو الكابتن عبد الواحد حاتم، والى الفضل عليه. والمدرب اللي اشرف على تدريبي الاخ الكابتن لطفي عبد القادر. والفضل الاول والاخير الى الكابتن المرحوم عبد الاله محمد حسن، هذا عبقري مال تمرين. اوجه هذه الكلمه: القوه الجويه تاريخ. القوه الجويه تاسست سنه 1931 يا مع عمالقه كره القدم اللي يمثلوه. وانا اطلب من كل اخواني اللاعبين ان شاء الله الحب لهذا الشعار، وحب لهذا الجمهور، وحب النادي هذا العريق صاحب الانجازات وصاحب البطولات الاسيويه. حبي وتقديري الى كل الجماهير اللي تعازر هذا الفريق بالسراء والضراء، وحبي لكل اللاعبين اللي يحبون شعار القوة الجوية أن يضحون إلى القوة الجوية. وحبي وتقديري إلى الهيئة الإدارية اللي تجي تعمل من أجل مصلحة نادي القوة الجوية. حبي وتقديري لهم، لأن هذا النادي نادي عريق، مرت أجيال وأجيال مرت عليه. فحبي وتقديري الكل محب إلى نادي القوة الجوية. اللاعب الدولي السابق حنون مشكور.
جاسم سوادي احمد راجع مرة ثانية ممتازة ممتازة جول لا راح يشوف عشان جول مدافع العراق من جوا ويحط الجول الرابع نجم الفردوس. كرة عالية حارس المرمى بالابعاد وهدف اول.